قبل ما ابدا يا حبيب قلب فيلمينجو، ما تنساش تنزل تحت في الكومنتات وتصلي على النبي. واحب اقول لك ان فيلم النهارده كله اكشن وحركات، فجهز نفسك معايا واسمع الحكايه للنهايه وعلي صوت الجهاز ويلا بينا نخش على الاحداث. بيبدأ الفيلم بديدبول وهو بيحفر قبر لوجان أو وولفرين اللي مات سنة 2017، وبيكسر ديدبول الحاجز الرابع وبيقول لنا إنه محتاج لوجان علشان يساعده ينقذ العالم بتاعه، لأنه قدرته على الشفاء هتخليه يطلع نسخ من نفسه كتير، وده هيخليهم يرجعوا لعقلهم مرة تانية. بس للأسف بتفشل الخطة دي مع ديدبول لأنه ما بيقدرش يوصل غير لهيكله العظمي اللي مصنوع من الألمونيوم بس، وقعد شوية يهزر معاه ويقول له نكت بايخة، وفجأة بيتجمعوا حواليه مجموعة من عملاء TVA واللي بنسميهم عملاء الزمن. فديدبول لاحظ انهم بيجهزوا نفسهم علشان يهجموا عليه ويمسكوه، وده لانه كسر كذا قاعدة زمنية. فديدبول بيقرر يستخدم الهيكل العظمي بتاع لوجان علشان يقاتل بيه الناس اللي جايه تهاجمه بدل ما يستخدم اسلحته، فبيستخدمه بمهارة عالية وبيقدر يقاتلهم بكل سهولة. وبعدها بيربط مخالب وولفرين على ايده وبيكسر الحاجز الرابع مرة تانية علشان يكلمنا، وبيقول لنا ان دي مش بداية الفيلم وانه بس عاوز يوضح ان الاحداث الحقيقية كانت من فترة. وبنرجع بالزمن لسنة 2018 وبنشوف ويد وهو بيحضر مقابلة علشان ينضم للافينجرز، وبيقول لهابي انه يقدر ينضم لهم بسبب قوته، وانه انضمامه ليهم ممكن يكون السبب في رجوعه لمراته، وده لانه هيقدر يثبت نفسه في حاجة مهمة. وكمان بيقول له ان ده مش اول فريق هيشتغل معاه، لانه كان جزء من فريق اكس فورس قبل كده بس ماتوا كلهم. فهابي ما بيكونش مقتنع بكلامه وبيرفض طلبه، وبيقول له ان الافينجرز مش بس ابطال، لا دول كمان بيحموا المجتمع من غير اي مقابل. فويد بيكون متضايق انه اترفض وبيبقى شايف ان هابي مش الشخص المناسب للمقابله. وبعد فتره بنشوف ان ويد اضطر يعيش حياه طبيعيه وبيكون عنده شغل ثابت، وهو انه بيبيع عربيات وبيكون لابس لبس عادي، بس بيفشل في بيع العربيات بسبب نكته البايخه. وبعدها بيتكلم مع زميله بيتر وبيقول له ان مش دي الحياه اللي كان متوقعها، وان حتى مراته سابته، وكمان الناس كلها نسيت حياه ديدبول. فبنشوف بيتر وهو محتفظ ببدله ديدبول في الدولاب بتاعه، بس ويد ما بيكونش عاوزها لانه عارف انها مش هتنفعه مره تانية، بس بيتر بيكون مقتنع ان البدله دي هتنفع في المستقبل. وبعدها ويد بيرجع بيته وبيكونوا اصحابهم متحولين عاملين له حفله عيد ميلاد مفاجاه، وبنشوف كوليسيس وتيبلر وكمان الست الكبيره اللي اسمها اويل اللي كان عايش معاه في الجزء الاول، وبنشوف شخصيات كتير وبيكون من ضمنهم مراته. وبيتكلم ويد معاها على انه ازاي يتعامل بعد الانفصال، فبترد عليه وبتقول له انها تخطط الموضوع ولقت شريك حياه جديد. فويد بيكون متضايق بس بيحاول يقنع نفسه انه مستقر وسعيد من غيرها. وبعد شويه الباب بيخبط وبيطلعوا اعضاء TVA وبيكونوا زعلانين منه بسبب اللي عمله في الماضي، وبيكونوا جايين علشان ياخدوه، بس ويد ما بيكونش جاهز فبياخدوه بالعافيه على مقر TVA. وبيتكلم مع شخص اسمه بارادوكس واللي بيحكي له عن الزمن وعن حاجات زي اللي بيتكلموا عنها في مسلسل لوكي، وبيقول انه عمل حاجات خلت كل الناس تهتم بيه، ولو ساعدهم هيضموه للافينجرز، وهو ده اللي كان نفسه فيه من زمان. علشان كده بيوافق ديدبول وهو سعيد جدا. وفي المستقبل بتاع TVA بنشوف ان ديدبول بيموت وثور موجود وبيعيط عليه، وديدبول بيوافق على المهمه من غير تفكير وبيطلب بدله جديده مجهزه. ولما بيكون جاهز بيسمع خبر وحش وهو ان العالم بتاعه هيتدمر، فبيتضايق ديدبول. وبارادوكس بيقول له ان في شخص مات في العالم بتاعه اسمه لوجان وان هو السبب في دمار العالم، فبيتضايق ديدبول اكتر وبيقول له ان ده مش ممكن يحصل ابدا. وبعدها بيضرب بارادوكس وبيسيطر على جهاز التحكم بتاعه وبيسافر لعوالم تانية. فبنرجع للمشهد اللي كان موجود في اول الفيلم، وان لما خطته بتفشل في انه يواجه عملاء TVA بيقرر انه يسافر لعوالم تانية، وفي رحلته للعوالم التانية بيشوف نسخ مختلفة من لوجان، فمرة بيواجهه هالك ومرة تانية بيشوفه قصير جدا، والنسخ دي بتكون مستوحاة من القصص المصورة. وبنشوف نسخة مختلفة من لافان وبيلعب دوره هنري كافيل. وديدبول ما بيستفادش من مقابلة النسخ دي لانهم بيرفضوا يساعدوه وكمان بيضربوه. فاخيرا ديدبول بيروح لكانتينا، وده المكان اللي فيه نسخة من لوجان واللي كان بيقضي معظم وقته في بار وبيشرب كتير جدا. فديدبول ما بيقدرش يتكلم معاه لان لوجان بيكون سكران لدرجة انه بيغيب عن الوعي، فبيخطفوا ديدبول وبياخدوا المقر TVA. وبارادوكس ما بيكونش مبسوط من نسخة لوجان دي لان النسخة دي بالذات كانت السبب في دمار العالم بتاعه، وبيقرر ان ديدبول مش هينقذ عالمه لانه اسوأ عالم في العوالم المتعددة، وكمان ساب اصحابه يموتوا. فبيحصل خناقة بين ديدبول وبارادوكس ولوجان بيصحى من غيبوبته، فبارادوكس بيبعته هو وديدبول للفض، وديدبول بيحاول يهدي لوجان وبيقول له انه لو ساعده ممكن يقنع بارادوكس انه يصلح العالم بتاعه ويرجع اصحابه. وفي وسط كلامهم بيظهر كريس ايفانز وبيقول لهم ان في ناس تانية جاية في طريقهم ولازم ياخدوا بالهم.
وبنشوف اشرار من افلام قديمه زي بايرو وسايبر وديس. وديدبول بيكون مبسوط جدا لانه هيشوف كابتن امريكا اللي هيساعده، وبيقول ان كابتن امريكا هيقول جملته الشهيره اللي هي افنجرز اتجمعوا. بس للاسف كريس ايفانز ما بيقولش الجمله دي لانه مش كابتن امريكا، هو هيومن تورش من فيلم فانتاستيك فور. لكن هيومن تورش بيحاول يوقف بايرو بس ما بيقدرش، وبايرو بيغلب قدرته على اصدار النار. وبنشوف لوجان بيخلص على سايبر بس برضه مفيش فايده، وبيتم القبض على لوجان وديدبول وبياخدوهم للقائده كاساندرا نوفا اللي هي المتحوره من المستوى اوميجا. واول ما بيظهر ديدبول بيحاول يهزر وبيقول نكت وحشه جدا كالعاده، فكاساندرا بتستخدم قدراتها علشان تقتل هيومن تورش، وبعد كده بتفضل تعذب في ديدبول. وفي نفس الوقت ديدبول ولوجان بيقدروا يهربوا وبيلاقوا دوجبول في طريقهم، ونسخة تانية من ديدبول اللي هو ويد بس بشعر طويل ومفيش اي تشوه في وشه. فويد بيساعد ديدبول ولوجان بعربيته علشان يهربوا وينقذوا العالم. بس في الطريق بيكتشف لوجان ان ديدبول كذب عليه وقال له انه هيقدر يصلح عالمه، وبيحصل ما بينهم خناقة طويلة لدرجة انهم بيتعبوا وبيفقدوا الوعي. ولما بيصحوا بيلاقوا نفسهم في مكان امان وان في ناس انقذتهم، ومن ضمنهم كان الكترو سنايبس من فيلم بليد، وتشانينج ديتوم ونسخه من لارا شفناها في فيلم لوجان. ودول كلهم بيعملوا خطه علشان يوقفوا كاساندرا، واللي هي انهم يحطوا خوذه ماجنتو على راسها علشان تمنعها انها تستخدم قوتها. بس للاسف الخوذه بتكون متدمره، فبيقرروا يستخدموا خوذه جادرنوت لانها زي خوذه ماجنتو ممكن تمنع قوتها العقليه كمان. فقبل المعركة بيوم بنشوف لارا بتتكلم مع لوجان بالليل وبتقول له ان نسخته في عالمها كانت عظيمة وانه كان انسان كويس. فبيقول لها لوجان انه عمره ما كان كويس في اي عالم، وكمان ساب اصحابه يموتوا وهو في حالة سكر. فلارا بتواسيه وبتقول له انها عارفه انه ما كانش يقصد وانه لسه قدامه فرصه علشان يبقى انسان كويس، وبتحاول تقنعه يكون قائدهم ويقول لهم يعملوا ايه بالظبط. وتاني يوم بيقرر الفريق يهاجم كاساندرا، ولوجان بيساعدهم لانه اتأثر بكلام لارا. وبنشوف معركة قوية جدا، ولوجان وديدبول بيروحوا لكاساندرا اللي كانت بتغلبهم، ولوجان ولارا بيحاولوا يهزموها. فبتستخدم لارا الخوذة وده علشان تمنع قدرات كاساندرا، فبتموت ببطء. ولوجان بيقول ان تشارلز ما كانش عاوز كده، فبيقرر انه ما يقتلهاش. وكاساندرا بتقرر تساعدهم لما بتسمع اسم اخوها تشارلز، وبتقول لهم ان في ساحرة عملت لها خاتم وانه ممكن يساعدهم يرجعوا لعالم ديدبول علشان ينقذوه. وبنشوف ان الاتنين بيروحوا للمكان اللي بيحاول فيه بيتر يبيع عربية، وبيكون مبسوط لما بيشوف ديدبول وكمان بيشوف لوجان. وكاساندرا عرفت خطة بارادوكس وان عاوز يسيطر على TVA، وبتكون عاوزة تستغل الموقف بس مش علشان تسيطر عليه لكن علشان تدمر كل العوالم وتبقى هي المسيطرة. وديدبول ولوجان ما بتعجبهمش الفكرة دي لانهم سابوا كاساندرا في سلام، بس هي رجعت لها الافكار الشريرة من تاني. وبتقول لهم كاساندرا ان هي عندها خطة علشان توقف بارادوكس، وانها بعتت نسخ من ديدبول ولوجان من عوالم تانية علشان يواجهوهم. وبنشوف ان ديدبول اللي بشعر طويل ودوبوكول بيحاولوا يساعدوا ديدبول ولوجان، وكمان بنشوف لوجان وهو لابس القناع، وبتبدأ بينهم معركة قوية واللي بتكون بين كل نسخ ديدبول ولوجان. فبتتجمع كل النسخ مع بعض وبتتحد مرة تانية، وبيبقوا نسخة واحدة من كل واحد فيهم وبيرجعوا زي ما كانوا في الأول. وبنشوف بيتر وهو لابس قناع ديدبول وكل النسخ بتتجمع حواليه، ووقتها بتخلص المعركة. وديدبول ولوجان بيقرروا يروحوا لكاساندرا علشان يوقفوا خطتها، فبتبعت كاساندرا كل العوالم لعالم واحد علشان تسيطر عليهم كلهم. ولوجان وديدبول بيروحوا البارادوكس علشان يعرفوا ازاي يوقفوا كاساندرا، فبيقول لهم ان لازم حد يضحي بنفسه علشان يقدر يوقفها وينقذوا العالم منها. بس لما بيحاولوا يوقفوا الماكينه بتنفجر وكاساندرا بتموت. وبنشوف ان TVA وهانتر B15 وصلوا وبيقبضوا على بارادوكس، وده بسبب خطته. وبتقول لديدبول انه بطل وان العالم بتاعه هيفضل موجود ومش هيتدمر ابدا. فديدبول بيسأل هانتر B15 انه يصلح عالم لوجان، بس هي بتمانع وبتقول ان لوجان ما كانش هيبقى بطل لو ما كانش في الاحداث اللي حصلت، وديدبول هو اللي بقى البطل، وان لوجان ممكن يفضل في العالم ده. وبنشوف ان ديدبول بيدفع فلوس كتير للوجان علشان يرجع علاقته بفينيسا. وفي نهاية الفيلم بنعرف ان فينيسا ممكن تكون رجعت لديدبول فعلا، وبيقعدوا كلهم يتعشوا مع بعض. وبعدين بنشوف مشهد بعد تتر النهاية وبيظهر فيه ان هيومن تورش ما ماتش بسبب نكتة ديدبول الوحشة، او بسبب انه قال كذبة، وانه لما كان مقبوض عليهم قال حاجة غلط عن تاريخ كاساندرا وده اللي خلاها تقتله. وبكده يكون فيلمنا خلص. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة لو مش مشترك، واستناني في ملخص تاني. سلام. بيبدأ الفيلم بديدبول وهو قاعد حزين وبيحاول يدمر صحته بالشرب الكتير، وده لانه كان نفسه ينتحر ويموت بأي طريقة. ومش بس كده، ده حاول يفجر نفسه ببراميل النفط وجسمه اتقطع لأشلاء وبقت كل حتة في ناحية. طب يا ترى ايه اللي وصله للحالة دي؟ هنفهم ده لما نرجع بالزمن ونعرف ان ديدبول استغل قدرته الخاصة في انه بطل خارق ومش بيموت،
واشتغل قاتل مأجور، لكن بشكل احترافي اكتر، لانه في الاساس كان قاتل مأجور بس طور من نفسه وعلى سقف طموحاته وبدأ ينفذ مهمات صعبة ومستحيل حد يقدر يعملها، وده لانه بقى يقتل قادة عصابات مستحيل حد يقدر يوصل لهم بسهولة، وطبعا كان معتمد على قدرته الخارقة وانه ما بيموتش، وقدر ينفذ كل المهمات اللي قابلته، وكمان كان عنده حس فكاهي في طريقة تنفيذه للمهمات وقتله للاشخاص اللي قدامه، لحد ما راح ينفذ مهمة والشخص المطلوب قدر يهرب منه ودخل غرفة مؤمنة وديدبول ما قدرش يوصل له، وبعدها هرب ديدبول لان كان في ناس بتطارده، وركب مع صاحبه دبندر وده سواق تاكسي وكان بيوصله لكل مهماته في الجزء الاول، ودبندر كان واخد ديدبول مثله الاعلى وكان نفسه يشتغل قاتل مأجور زيه، فديدبول بيقول له انه في يوم من الايام الفرصه هتجيله لحد عنده وساعتها لازم يستغلها صح، وسابه وراح لفينيسا حبيبته اللي كانت مستنياه، وكان جايب لها هديه عيد ميلادها واللي هي عمله مصنوعه من الرصاص واللي كانت السبب في انه اتعرف عليها من البدايه، ففينيسا فرحت بيها جدا لانها فكرتها بذكرياتها معاه في الماضي، وبعدها بتقول له انها حامل ففرح بيها هو كمان، بس فرحته دي ما استمرتش كتير لان في مجموعه هجمت على بيته، فديدبول ما كانش مستعد لهم بس قدر يخلص عليهم كلهم، وبعدها راح يطمن على فينيسا فبيفاجئهم رئيس العصابه وبيجي من وراهم وبيضرب طلقه عليهم فبتيجي في فينيسا بالغلط وبتموت، وديدبول انهار والحزن كان ماليه وهو بيتاسف لها في انه السبب في موتها، وجرى ورا رئيس العصابه اللي قتلها وقدر يمسكه ونط بيه قدام عربيه علشان يموتوا هما الاتنين، بس الراجل مات عادي وطبعا ديدبول ما ماتش، وطلع رئيس العصابه واللي موته ديدبول هو الراجل اللي هرب منه في الغرف المؤمنه في المشهد اللي قبل كده، ودي كانت اول محاولاته في انه ينتحر، وهو انه نط قدام عربيه بعد موت فينيسا، وبعدها بدأ ينوع في طرق الانتحار، فراح نط عند دب قطبي واكله بس برضه ما ماتش، فطلع على مبنى عالي جدا وشرب ميه نار ورمى نفسه وبرضه ما ماتش، واللي حواليه ما كانوش مصدقين انه وقع من المسافه دي كلها ولسه عايش، وشفناه في اول مشهد وهو حزين ومكتئب وانه فجر نفسه وغاب عن الوعي لوقت بسيط، ووقتها شاف فينيسا بس ما كانش قادر يوصل لها لان كان في ما بينهم حاجز، فهي قالت له انت في المكان الغلط، وبعدها فاق ورجع تاني للواقع الحزين، وكوليسيس جاله وجمعه في كيس واخدوا المقر الاكس مان علشان يتعالج براحته، وبنشوف طفل اسمه راسل بيكون عنده قدرات خارقه فبيبعتوا ابوه لدار رعايه للاطفال اصحاب القدرات الخارقه، وبعدها ديدبول بيفوق وبيرجع سليم تاني وبيقابل نيجاسونيك اللي ما بتكونش طايقاه من الجزء الاول لانه بيتنمر عليها، وبيكون معاها عضوه جديده في الاكس مان اسمها ايو كويو، وبعدها بيكون في شخص من المستقبل واسمه كيبل، والاول ما بيدخل بيته بيلاقيه محروق ومتدمر ومراته وبنته بيكونوا مقتولين بطريقه بشعه، وكان حزين عليهم جدا، فاخد الدب اللعبه بتاع بنته اللي كان غرقان بدمها وسافر للماضي علشان ينقذ مراته وبنته ويقتل الشخص اللي قتلهم، ولما رجع بالزمن شاف اتنين معاهم عربيه فكهربهم واخد منهم العربيه وجرى بيها، وبعدها مدير دار الرعايه بيجمع كل الاطفال علشان يشوفوه هو بيعذب صاحبهم راسل علشان يخرج منه جينات القدرات الخارقه، فراسل رفض انه يتعذب وهجم على المدير ورجالته وبدا يحرق في اي حاجه تقابله بقدراته الخارقه، وبعدها الشرطه جت وحصرته علشان الموضوع خرج عن السيطره، واستعانوا بفرقه الاكس مان ووصل معاهم ديدبول وده علشان يلحقوا الوضع، وديدبول حاول يستفز راسل فضربه بس الضربه جت في نيجاسونيك، وديدبول ما استكفاش بكده واستفزه تاني فراسل ضربه تاني بس برضه ما جاتش فيه وجت في كوليسيس، وفي المره الثالثه جت فيه بس ديدبول رجع وضربه بظهر السيف في راسه واغمى عليه، والشرطه بتقبض عليه وبتلبسه طوق بيمنعه من انه يستخدم قدرته الخارقه، فراسل اترجى ديدبول ما يرجعهوش تاني لدار الرعايه، وعرف ديدبول انه اتعرض للتعذيب، فسألوا مين اللي حاول يعذبه فشاور له على المدير والاتنين المساعدين ليه، فديدبول من غير تفاهم طلع السلاح بتاعه وقتله، فكوليسيس هجم على ديدبول بسرعه وخلى الشرطه تقبض عليه وحطوا نفس الطوق على رقبته علشان ما يستخدمش قدرته الخارقه، وبعدها الشرطه بتاخده هو والطفل راسل لسجن في منطقه معزوله مخصوصه لكل الاشخاص اللي عندهم قدرات خاصه، والسجن كان مشدد فيه الحراسه بطريقه قويه جدا، واتحبس هو وراسل في نفس الزنزانه، وبدا راسل يحكي له على قصته وتعذيب ابوه ليه وان اصحابه كانوا بيتنمروا عليه، وكمان مدير الرعايه اللي عذبه واللي كان بيتوعد له انه مش هيسيبه وهيقتله اول ما يخرج من السجن، وتاني يوم بينزلوا لاستراحه المساجين وديدبول كان قاعد
بياكل هو وراسل، فراح له جماعة من المتنمرين في السجن، فراسل قام يتخانق معاهم، بس واحد ضربه واغمى عليه، وديدبول كمان اخد علقة موت وكان مستسلم جدا لانه اصلا كان عاوز يموت. وبعدها في الزنزانة بيكون راسل مصمم يصاحب ديدبول اللي بيصدمه وبيقول له انه مش صاحبه، وبيعرفه لو عاوز حد يحميه من المساجين يصاحب حد قوي منهم، وقال له يسيبه يواجه السرطان اللي رجع له ويموت في سلام. وطبعا ده جاله تاني لما فقد قدرته الخارقة بسبب الطوق اللي لابسه في السجن. ووقتها كيبل بيهجم على السجن وبيقتل كل الحراس اللي بيقابلوه، وكمان دمر السيستم اللي بسببه اتفتحت كل الزنزانات وخرجوا منها كل المساجين. وكيبل راح على الزنزانة اللي كان فيها ديدبول وبيفجرها، بس مش بيكون فيها حد وبيكون الكل بيهرب. فديدبول بيستغرب هو ليه كيبل عاوز يموته، لكن كيبل كان عايز يقتل راسل، وبيطلع هو ده الشخص اللي قتل مراته وبنته لما كبر في المستقبل. وقبل ما بيقتله بيدافع ديدبول عنه، بس كان ضعيف وكيبل قدر عليه وضربه طلقه بس جت في الطوق بالغلط وسابه ونزل علشان يقتل راسل، بس ديدبول بينط فوقيه وبيقعوا الاتنين من مكان عالي، وده خلى ديدبول اتقسم لنصين. فكيبل لما شافه كده فكره مات وكمل مطاردته الراسل، فديدبول دخل وانقذه تاني، فبيتصدم كيبل انه لسه عايش. فديدبول بيقول له ما يستغربش انه مش عارف يقتله لانه هو اصلا مش عارف يموت نفسه. وبعد معركه كبيره ما بينهم بيقول له كيبل انه من المستقبل وعنده مهمه وعاوزه يسيبه يخلصها، بس ديدبول مش بيسمح له يقتل راسل، وبتفضل المعركه ما بينهم مستمره. وبعدها بيقع ديدبول وبتقع من جيبه العمله اللي اعطاها لفينيسا قبل ما تموت، فبيشوفها كيبل وبيقول له انه هياخدها علشان تفكروا بيه، وبيساله هو ليه مهتم بالطفل ده وبيدافع عنه، فبيقول له انه بس صعبان عليه علشان تعذيب ابوه ليه من صغره. فراسل زعل لما سمع كلام ديدبول عنه لانه كان فاكر انهم صحاب، علشان كده بيسلم نفسه ورجع السجن تاني. وديدبول بيفجر قنبله من اللي كانت مع كيبل، فانفجرت وطاروا هما الاتنين من جوه السجن، ومن قوه الانفجار بيخبط ديدبول في صخره وبيقع من منحدر عالي على ميه مجمده، بس كالعاده ما ماتش برضه. ولما تعافى قرر يجمع مجموعه من الخارقين علشان يقدر يهرب راسل من عربيه الترحيلات، وده لان كل المساجين هيتنقلوا لسجن تاني لان السجن الاولاني اتدمر. وطبعا كيبل كان بيخطط يقتله برضه في نفس الوقت. وبعد كده راسل بيروح لاقوى واحد في السجن وبياخد بنصيحه ديدبول وبيديله الاكل بتاعه علشان يبقوا صحاب، فراسل بيقول له انه هيهربوا ويبقوا فريق مع بعض علشان يدمروا اي حد يقابلهم. وبعدها ديدبول بيعمل انترفيو علشان يكون مجموعه من الخارقين، وكان بيختارهم بعنايه، وكان من ضمنهم بنت اسمها دومينو، وكانت قدراتها الخارقه هي انها محظوظه. وتاني يوم بياخدوا طيارة علشان ينزلوا بيها على عربية الترحيلات، وكانوا 7 أفراد ونطوا من الطيارة. والمضحك في الموضوع إنهم أبطال خارقين بس طلعوا ما بيعرفوش يستخدموا الباراشوتات، وأولهم كان ديدبول اللي بيتعلق في لوحة إعلان، وده يعتبر أحسن واحد فيهم لأن الباقيين ماتوا بأبشع الطرق. ففي منهم اللي خبط في أتوبيس، واللي نزل على مروحة طيارة، وكمان في منهم اللي نزل على سلوك كهرباء واتحرق. لكن الوحيدة اللي نجت فيهم هي دومينو، وده لأنها كانت واثقة في حظها ونزلت في وسط العربيات، وكل العربيات كانت بتتجنبها، ووصلت لعربية الترحيلات كمان، والظابط كان هيقتلها بس هي بتضربه وبترميه بره العربية. وديدبول كان ورا عربية الترحيلات بموتوسيكل على أمل إنه يلحقها، بس بيخبط في عربية، ودومينو بتسيب العربية بتمشي لوحدها وراحت تقتل كيبل بس بيضربها، وكان خلاص هيقتلها بس ديدبول بيوصل في آخر لحظة وبينقذها، ودخلوا مع بعض في معركة قوية. وكيبل حاول يقتل ديدبول بالمسدس فبيصد كل الطلقات بسيفه، بس بيطلع في الآخر إنها كلها جت في جسمه. وراسل بيقدر يفتح زنزانته وبيروح يفتح لأقوى مسجون واللي كان مصاحبه في السجن، وأول ما بيفتح له بيضرب العربية فبيدمر الأرض اللي تحتها من قوة الضربة. وفي وسط الدمار ده بتطير دومينو من العربية، وبسبب حظها الحلو بتقع على بالونة بشكل دب وبتنقذها. وبعد الحادثة دي راسل خرج مع صاحبه جاجرنيت، وديدبول أول ما شافه قال له إنه من أشد المعجبين بيه، بس بيقسموا نصين وبياخد راسل وبيمشي. ودومينو بتشيل ديدبول وبتاخده بيت الست العجوزة اللي اسمها اويل، واللي كان عايش معاها ديدبول في الجزء الأول علشان يتعافى وجسمه ينمو تاني. وبيجيله كيبل البيت وبيطلب منه مساعدته لأنه مش هيقدر يقرب من راسل طول ما معاه جاجرنيت، فبيقول له ديدبول يرجع بالزمن وقت ما راسل كان طفل ويقتله، بس كيبل بيقول له انه ما يقدرش يسافر غير مرتين، مرة رجع بيها للماضي والتانية هيرجع بيها للمستقبل تاني. وبيسأله ديدبول عن السبب اللي عاوز يقتل راسل بسببه، فبيقول له ان راسل بعد ما هيقتل مدير دار الرعاية هيعجبه القتل،
وهيقضي باقي حياته بيقتل لحد ما في يوم هيقتل عيلتي، وانت عارف احساس ان حد يقتل عيلتك. فبيقول له ديدبول انه هيساعده بس مش عشان يقتل راسل، وانه هيساعده يمنعه يقتل مدير دار الرعايه. فبيروحوا لفرقه الاكس مان علشان يساعدوهم، لان جاجرنيت قوي جدا وصعب حد يقدر عليه لوحده. وبيوصلوا فعلا دار الرعايه في الوقت المناسب، لان راسل كان خلاص هيخلص عليه، وجاجرنيت دخل معاهم في معركه علشان راسل يقدر يعمل مهمته ويقتل المدير. فالمدير بيفضل يجري من راسل، وجاجرنيت بيطير كيبل، وديدبول بيدخله في سيخ حديد. اما دومينو ما قدرش يلمسها، وده لان حظها حلو بزياده. وكوليسيس بيوصل وحاول يخلص عليه، بس هو كمان اخد علقه زي اللي خدها في اول جزء. فدخل ديدبول وكيبل في وسط كل اللي شغالين في الدار، وطلعوا عصابه مش رعايه اطفال ولا حاجه، بس قدروا يخلصوا عليهم. وبيطلع ان دومينو من حظها الحلو انها انضمت لفريق ديدبول علشان تاخد حقها من الدار اللي اتعذبت فيها هي كمان، ودخلت على مجموعه من اللي شغالين وخلصت عليهم بكل بساطه. وبعدها بتتمنى لو يكون في باص تنقل فيه الاطفال. فبيضرب جاجرنيت كوليسيس بباص، فبيطير وبيدخل عندها. وبعدها كوليسيس بيقدر على جاجرنيت اخيرا وبيوقعه في حمام السباحه ومعاه سلك الكهرباء. وبعدها بيكتشفوا ان راسل دمر الدار والمدير بيهرب منه. وبعدها ديدبول بيلبس الجهاز اللي بيفقده قوته الخارقه، وبيقول لراسل ان المدير ده يستحق القتل، بس راسل ما بيسمعلهوش وكان هيقتل المدير خلاص. فبيضربوا كيبل باخر طلقه في المسدس، بس بيدافع عنه ديدبول وبياخدها مكانه. فراسل اتصدم من اللي عمله ديدبول، وانه ضحى بنفسه علشانه، وسمع كلامه وساب المدير وما قتلهوش. والدب اللي كان مع كيبل بتاع بنته اللي كان غرقان دم فجأة نضف، وده معناه ان بنته رجعت تاني وما ماتتش. وراسل ما بقاش شرير ومش هيقتل عيلة كيبل خلاص. وبيكونوا عاوزين يقلعوا ديدبول الطوق، بس هو بيرفض وبيقول لهم انه عاوز يموت، وانهم بس يفضلوا جنبه علشان مش عاوز يموت وحيد. وبعد كده مات في مشهد حزين جدا، وراح لفينيسا وما كانش في حاجز بينهم يمنعهم من بعض. وهو ساعتها بيكون فرحان بيها، بس بتقوله انه لسه مش هو ده الوقت اللي المفروض يجيلها فيه، فخاف لانه مش بيكون عاوز يسيبها. وبنعرف ان كيبل فعل آلة الزمن بتاعته للحظة اللي قبل المعركة، وبكده مش هيقدر يسافر للمستقبل لانها كانت اخر محاولة. وقبل المعركة بيحط كيبل لديدبول قطعة المعدن في المنطقة اللي الطلقة هتيجي فيها، ودي اللي كان واخدها منه في الاول. وبيكتشف ديدبول انه هيعيش بعد ما قطعة المعدن صدت الرصاصة. فبص لكيبل وقال له انه كده ضحى برجوعه للمستقبل. فرد كيبل وقال له انه مش محتاج يرجع للمستقبل عشان خلاص عيلته بقت في امان. وبيفك الطوق اللي على رقبته، ودومينو اللي بتخمن الرقم السري، وعلشان حظها بيطلع صح. وقبل ما بيمشوا مدير الدار بيرجع لهم تاني، بس بيجي ديبندر بالتاكسي بتاعه وبيقتله، وبيستغل الفرصة زي ما قال له ديدبول في انه هيبقى راجل عصابات. وبعد ما الفيلم بيخلص بيسرق ديدبول جهاز التنقل عبر الزمن من كيبل، وبيطلب من ايوكويو تصلحه، وهي فعلا صلحته. وبيفضل يتنقل ما بين الازمنة، فرجع للوقت اللي مراته ماتت فيه وانقذها، وبكده هترجع تاني عايشة. وبعدها رجع بالزمن وانقذ الفريق بتاعه. وبعدها راح يقتل النسخة بتاعته اللي كانت في اكس مان، وبقها كان مقفول، وده لانه ما بيحبش نفسه يكون ساكت خالص. وكمان قتل نفسه قبل ما يعمل فيلمه الجديد جرين لانترن. وبكده يكون فيلمنا خلص. استنوا ملخص الجزء الثالث، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب في القناة، واستناني في ملخص تاني. سلام.